الادمان بيضر الشخص اللي بيشرب بس. يعني لو انا في غابه فهمونا ان احنا في غابه، لكن احنا في دوله قانون وفي بلد قانون. ما تعيطيش يا ماما لو سمحت، بساعد والدتي بتسليم ارضها. ليه شايفاني بطلة؟ جامد. ليه بطلة جامد؟ ليه بقى؟ دي كرامتي. مرة بعد كده بيبقى عايز ينقل على غيرها وهكذا، واحنا عارفين الادمان بيعمل ايه في صاحبه. بس هنا الادمان بيضر الشخص اللي بيشرب بس، لكن الادمان على السلوكيات المنحرفه زي لمس البنات بيضر البنات، وبعد كده لما هينقل على ماده ادمانيه جديده وهي الولاد هيضر الولاد. وطبعا احنا في مجتمعنا شيطان ضحك علينا وفهمنا ان عادي لما يعمل كده مع البنات، علشان البنات اصلا خرجت او البنات لابسه، لان المعلومات اللي اعوان الشيطان بيدوها لنا فهمونا كده من زمان وشوهوا لنا المعرفه وشوهوا لنا كلام ربنا، فهمونا ان البنات السبب. طيب لو البنات السبب، هل تفتكروا ان الذكور الصبيان الصغننين برضو السبب؟ ردوا